سلام حبيباتي، مساء النور، مساء الفل، مساء الياسمين. واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله تكونوا متهنيين والصحة تاعكم تكون لاباس. خرجنا كامل من رمضان وخرجنا من العيد، إن شاء الله تكونوا فوتوه وانتوما في أتم العافية والصحة. على بالي كامل راكم تسقسيو وتخموا واش حنديرو غدا واش حنديرو عشا. جيتكم اليوم بسفرية تاع البطاطا تجي بنينة عسل، ووصفة ماهيش مكلفة وليه توجد. نبداو في الوصفة على بركة الله. أول حاجة نبداو بلا صوص اللي فيها شوية حمص، شوية بصلة وشوية زيت، شوية معدنوس، شوية توم وراس الحانوت وملح، نحطوهم يتقلاو مليح 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 ونمرقوا بالما سخون حتى نتحصلوا على صوص عاقدة وخاثرة بيضة ونطفيو. نروحو نشرشمو البطاطا تاعنا من جهة أخرى، نشرشمو البطاطا عذرا، نرحيوها ولا نمعسوها، نتبلوها بالملح وشوية راس الحانوت، شوية معدنوس، ونزيدو لها رشة تاع بصل مرحية، ما تكونش مرحية سوا، تكون مقصوصة برك بالموس باه تمدلها بنة، وسنينة تاع ثوم إذا كانت السنة تاع الثوم كبيرة ما تكمليهاش كامل باه ما تجيش هذيك الطعمة تاع الثوم القاطعة في البطاطا. تخلطوا المكونات مليح مليح حتى تشربوا البنة تاع التوابل، وتجيبي البطاطا تاعك حطيها في يدك وبسطيها بالطريقة هذه، حطي فيها مكعب صغير تاع فرماج هداك تاع الكاريات ولا مثلثات اللي متوفر عندك ديريه، كوريها وخليها شوية خشينة وعالية بالطريقة هذه، ونروحوا رمدوهم في الفرينة. هاي ليكم واحدة خلاف، رمديها في الفرينة حبيبتي نفس الطريقة، كمليهم كامل ما تقعديش كل مرة تغسلي يدك وديري باه تسهلك الطريقة، ديري كامل رمديهم هكا، كوريهم ورمديهم كامل في الفرينة. من الفرينة زيدي روحي كسري عظمة ولا زوز على حساب الكونتيتي تاع البطاطا، رمديهم في العظام وزيدي في لاشابليغ، وكيما قلتلك ديريهم كامل وحطي الزيت تاعك تسخن سوا، وروحي حمريهم في هذيك الزيت وكل شنا راهو واجد. رمدي سوا سوا في لاشابليغ بالطريقة هذه، وروحي اقليهم في زيت سخونة، خليهم يتحمروا على الجهتين سوا، وهاهم ليك ولاصوص تاعنا عاقدة. حطيهم ست فيهم وسقيهم بهذاك الحمص وهذاك الدجاج اللي كان طاب، وزينيه بشوية معدنوس وقدميهم. طبق ساهل وخفيف وشهي ويجي بنين روعة. إذا عجبتك الوصفة حبيبتي خلي لي رايك في التعليقات. إذا أول مرة تشوفي الفيديو اشتركي في القناة حيوصلوك وصفات سهلة واقتصادية، وما بقالي غير نقولكم في أمان الله.